في ناس كده اول ما ببدأ اشوف عناوين الفيديوهات بتاعتهم بعد اي مشكلة كبيرة النادي الاهلي بيبقى محطوط فيها، الواحد بيبدأ يبقى فاهم هي الدنيا ماشية ازاي، والكلام اللي عايز يوصل للجماهير عايزين ان هم يقولوا ايه. طبعا هم مش بتكلم عن الناس نفسهم، بتكلم على اللي قايل لهم يقولوا ايه. تقول لي يعني قصدك ايه؟ الاداره يعني بتلقن الناس؟ والله يا سيدي انا قلت اللي قلته، فهمه زي ما انت عايز تفهمه. تقول لي يا عم انت مالك داخل حامي كده؟ اقول لك ثانيه واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من كلام اهلاوي. فور انتهاء امبارح المباراه بتاعه الاهلي وبيراميدز، وبعد ما انا نزلت الحلقه وكنت بدات اقطع الفيديوز وانزل الشورتس والريلز وكده، وبدات الاقي نوع من الفيديوهات بدا ينزل بعناوين ريبيرو واستقالة ريبيرو واعتذار كابتن محمود الخطيب. قلت لا، اعتذار كابتن محمود الخطيب؟ من اسامي انا متاكد ان ده مش هم مش هيقولوا كده ومش هيغلطوه يعني. افتح الفيديو ابدا اشوف هم الناس دي بتتكلم في ايه، فيقول لك كابتن محمود الخطيب هو اللي جاب ريبيرو، لازم يعتذر على هذه الهفوه اللي حصلت، وان عادي. طبعا هو مش كل الناس قالت نفس الكلام، انا بس ده تجميع كلام عشان ما حدش يقول لي انت ما اتفرجتش على حاجه. انا بس مش هقعد احكي لك فيديوهاتهم، روح اتفرج عليها، انا فضيلك. فالمهم يعني، وان دي من الهفوات وكابتن محمود، ودي كانت غلطه. عزيزي المشاهد الحلقه دي طويله، فايه روح هات حاجه ساقعه، نسكافيه، الشاي، شوف انت عايز تشرب ايه وتعالى كده نقعد نتكلم، لان الحلقه دي طويله شويه، هنتكلم مع بعض في حاجات كتير قوي. وان من فتره للتانيه بيحصل هفوه كده من يعني الاداره، ودي بتحصل يا جماعه في كل الاماكن، ويعني المهم ان احنا نصلح الاوضاع. مش عارف يعني ليه كل ما بسمع الكلمه دي ما اوضاع ايه. اوضاع ايه، ما علينا. وان واجب الاعتذار للجماهير وصوت الجماهير ده ومش عارف ايه. طبعا ده كلام طبيعي جدا ان هو يطلع يتقال، على عكس كلام كابتن احمد شوبير، وانا هاجي انا للقصه دي دلوقتي. ان انت شايف الجماهير خلاص انت في وضع سيء جدا. الجماهير مش ما بقاش بقى قصه ان ناس بس بتتكلم، لا ده صوت المدرج امبارح. وللامانه يعني اون سبورت امبارح، مش عارف دي كانت مقصوده ولا لا، اون سبورت كانوا معليين صوت الجماهير جدا طول المباراه، وطول الهجوم صوت الجماهير كان عالي قوي امبارح على صوت المعلق حتى. فكان من الصعب ان الكلام بتاع امبارح يطلع واحنا مش محاطين كابتن محمود الخطيب حتى في جمله اعتذار. فكان طبيعي ان انت تلاقي الناس دي طالعه علينا وبتقول لك كابتن محمود الخطيب لازم على الاقل يعتذر للناس على الهفوه دي. طيب يا سيدي، تعالى بقى كده ورقه وقلم ومع بعض، عزيزي المشاهد المحترم والمحنكين، هرد عليكم في كل اللي انتوا هتبقوا عايزين تقولوه، وكومنتات من اللي جات لي امبارح يعني على حلقه امبارح. طيب حضرتك، احنا بقالنا موسم كروي تمام بعد الانجازات العظيمه، اهو عشان بس ما حدش يقول لي انت يا ابني ما بتشوفش ولا ايه. الانجازات العظيمه اللي قام بيها كابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي، وان هو فاز بافريقيا في كل المناصب وكل اللي مش عارفه ايه وعمل ايه في شركه الكوره، وهو وضع حجر الاساس في استاد النادي الاهلي، والحاجات العظيمه اللي كابتن محمود عملها دي كلها، ان ما فيش حد من جماهير الاهلي ما شكروش عليها. فعزيزي المحنك، اديني هو بقول لك لا، احنا بنشكر كابتن محمود الخطيب، عمل حاجات كتير حلوه جدا للنادي الاهلي تمام. وهنا يحضرني كان في فيديو كده انتشر من فتره لكابتن محمود الخطيب، واعتقد المعلق مش فاكر ده كان مين، بس يعني بيقول لك ايه، كابتن محمود الخطيب جه يعمل حركه كده، كان ماتش مع منتخب مصر، فايه راحت وراحت ضايعه منه، فايه الدفاع بتاع الفريق التاني خدها، وايه فالمعلق راح رادد. المهم يعني انا بحكي لكم كل ده ليه؟ المعلق راح رادد قال لك ايه، اهي الفزلكه والحسوكه ومش عارفه ايه، وده اللي بيخلي الكره تضيع. يا جماعه هو الراجل بغض النظر ان ده موضوع قديم طبعا جدا، انت تقول لي يعني انت جايب كابتن محمود الخطيب وهو زمان يعني ده اسطوره يا سيدي، اسطوره على دماغي. ده لا يعني ان هو ما عندوش اخطاء، وده لا يعني ان انا ما بخطئش وحضرتك بتخطئ. عزيزي المحنك اللي هتقول لي ما عادي يعني، ما كل الناس بتخطئ ويعني غلطاته قليله. لا يا فندم، مش غلطاته قليله، وانا رافض تام على تعليق الناس اللي بتقول لك الهفوه
من كابتن محمود الخطيب، واعتذار كابتن محمود الخطيب على الهفوه، او يعني هو اعتذار مجلس الاداره، احنا مش مستنيين اعتذار شخصي لا مؤاخذه يعني من كابتن محمود الخطيب. هو ما يعني احنا ما فيش حاجه شخصيه بيننا وبينه، راجل محترم وعلينا وعلى راسنا، وراجل خلوق ومحدش يقدر يتكلم عليه شخصيا، انا مش دعوه بيه. انا مش مستني اعتذار شخصي، انا مستني اعتذار من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ايا كان هو مين، انا لا يعنيني اسمه مين. فلا يا فندم، احنا بقالنا سنه من السوبر الافريقي، وقبليها مباراه باتشوكا اللي انتهت نهايه ناس كتير سمتها حظ، ناس كتير سمتها فزلكه، انا من الناس اللي كنت شايفها فزلكه طبعا مع الحظ واراده ربنا، خلاص يعني ما هي كده اراده ربنا بغض النظر. بس يعني هو ما كانش طبيعي ان جماهير النادي الاهلي اللي ما زلنا يا كابتن احمد شوبير بنتفه من كلامهم وبنقللهم وبنعلي عليهم في حبهم للنادي الاهلي، ان كل الجماهير اللي قاعده قدام التلفزيون عارفه ان لا كهربا ينفع يشوط، ولا عمر كمال ينفع يشوط، ولا الناس اللي شاطت دي ينفع تشوط، وانك ما تدخلش السوليه دي كانت جريمه كرويه، انك ما تدخلش السوليه تخلص المباراه وتوصل نهائي اول مره في تاريخك بجمله يعني الحاجات اللي ضيعنا فيها ان احنا ممكن نعمل فيها تاريخ السنه دي، ودي كانت اولهم يعني. نروح بعد كده للسوبر الافريقي مع الزمالك، الماتش طبعا اللي انا لما اتسالت عليه، بصوا يا جماعه انا قلت لكم حلقه طويله، انا بس ليه بقى بتكلم في حاجات قديمه تاني عشان المحنكين بتوع ان دي هفوه وعادي يعني لما كابتن محمود الخطيب يبقى في غلطه حصلت من مجلس الاداره. لا يا فندم انا اسف، الغلطات دي احنا عايشين فيها بقى سنه. الجماهير اللي بعد اول 4 مباريات في الدوري بتسمعهم بيهتفوا الهتافات دي، ده مش عشان الاداء من 4 مباريات في الدوري. عيب لما انت تبقى شايف الجماهير كده، عيب لما انت ما تبقاش شايف ان دي تراكمات، عيب ما تبقاش شايف ان فعلا الجماهير بلعت السنه اللي فاتت بالعافيه. ليه؟ عشان بتدعم، بتدعم قبل بقى ما تطلع تعلي على الجماهير دي، افتكر هما وقفوا جنبك ازاي السنه اللي فاتت في ظل الاخطاء برضه. المهم يعني، وتلعب مباراه انا كنت متوقع، طبعا انا كنت متوقع 100% انت هتخسر، انت كنت هتخسره كده ماتش السوبر مع الزمالك. تقول لي ايه ده يا اخي؟ انت ليه مش اهلاوي قوي كده؟ انت ليه ليه عايز الاهلي يخسر، وليه شايفه هيخسر، وليه كنت يعني بتدعم فكرتك قوي كده؟ ايوه عشان انت لعيبه شبعانه، وكان طبيعي جدا ان انت هتنزل هتخسر، وانت نازل اصلا مستهزأ بالزمالك، لعيبه واعلام والناس كلها، واصل احسن ان هم ما يروحوش و وانت لا بتتمرن ولا عملت معسكر ولا نيله، كان طبيعي تخسروا يعني حق الله تخسروا. مش هكلمك في حظوظ، حق الله انت كان لازم تخسر. مرورا بعد كده بالسوبر المصري، وانك كسبته اصلا بالعافيه، الدوري المتخبط كله السنه اللي فاتت ما فرقش يعني السنه دي في حاجه. مرورا بكاس العالم للانديه، الاداء اللي زي الزفت، اداء زي الزفت، محدش يقول لي احنا لعبنا وما لعبناش. انت يا ابني الكورتين اللي لعبتهم كان عشان لعيبه عايزه يجي لها عروض، اللي هو منهم وسام ابو علي. واللي شاف منكم فيديوهاتي في كاس العالم للانديه، انا طلعت قلت ايه بعديها؟ قلت شكرا وسام على المباراه دي بس، مش على الاداء في كاس العالم، عشان انت ما قدمتش في كاس العالم. انت طلعت خلصت اجوان، خدت لقطتك، كنت عامل في حسابك ان انت عايز يجي لك عرض عشان شكرا مع السلامه. على فكره بس عشان تبقوا في الصوره، مش وسام بس اللي ده كان في دماغه، 3/4 اللعيبه اللي عندك دلوقتي موجوده لو جالها عرض بكره الصبح هتمشي. وانا وانت اهو، وشوف ده هيحصل ولا لا. يا محنكين يا بتوع ان اللعيبه دي موجوده في النادي الاهلي عشان هم بيحبوا شعار النادي الاهلي، لكن الجماهير اللي بتنتقد ما بتحبش شعار النادي الاهلي. ليه؟ انت عايز تهدم استقرار الشارع المصري. لما بنخسر ولما يحصل اخطاء يقولك دي رياضه، انت هتكبر المواضيع ليه؟ وليه عايز تبقى ضد كابتن محمود الخطيب؟ يا ابني دي كوره ومش عارفه ايه. يا جماعه هو انا ضد كابتن محمود الخطيب في ايه؟ هو كابتن محمود الخطيب متقدم لرئاسه الجمهوريه وانا ما اعرفش؟ هو مش رئيس النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ده ايه؟ ده كيان ايه؟ مش ده فرق في رياضات مختلفه؟ طب حلو، لما انا الاقي فريق الكوره ما بيأديش يبقى اروح اتكلم مع مين يعني؟ مش فاهم. فمنين لما نخسر يبقى عادي يا جماعه وانتوا مكبرين موضوع ايه وده كوره، بس لما نقول بقى لا نتحاسب تقول لي انت عايز يا ابني، انت عارف في كام اهلاوي في الشارع عايز كابتن محمود خطيب يمشي والاستقرار ده يروح؟ فتحنيك بقى، فتحنيك والله. قلت لكم حلقه طويله، ها معلش معايا بقى النهارده.
ننتقل بقى ليه شعار النادي الاهلي بالاهلي فوق الجميع، اللي هو لسه موجود بس انا حاسس ان مفهومه اتغير. يعني انا بقيت حاسس ان الاهلي هنا ما بقاش مفهومه زي زمان، اللي هو الشعار والكيان بتاع النادي الاهلي ان هو فوق الجميع، فوق مجلس اداره، فوق مدربين، فوق لعيبه اصحاب في بعضيهم كلهم، فوق جماهير، فوق الناس كلها. الشعار والكيان فوق الناس دي كلها. طبعا هو اكبر جزء في الكيان هو الجماهير كده كده، بس انا قصدي حتى فوق اراء الجماهير يا سيدي المتخبطه. وبرضه عشان المحنكين بتوع ما اصل احنا مش هنمشي ورا راي كل واحد يقول كلمه على السوشيال ميديا. لا يا حبيبي، هنا ده مش ناس مختلفه امام يجي ولا ما يجيش فالاداره تاخد القرار اللي هي شايفاه صح. ده هنا انت بقالك موسم كروي الجماهير بتقول لك احنا رايحين في داهيه، وانت مصر ان لا احنا ما فيش حاجه غلط وكابتن محمود الخطيب بيعمل كل حاجه صح. وكفايه بقى لجان ضد كابتن محمود الخطيب يا بتوع الريتش يا ابيضه. اسكت، ده انا مش في توقف، انا فاضي للمحنكين الفتره الجايه دي، انا مش هتكلم، انا هفاضلكم. فتحس ان شعار النادي الاهلي اصبح اكتره ان الاداره واللعيبه والجهاز الفني، بلاش الجهاز الفني لان ده بيبقى كبش الفدا وهنيجي للقصه دي، ان الاداره واللعيبه فوق الكيان. محدش بقى بيحترم الكيان. تقولي كابتن محمود الخطيب ما بيحترمش الكيان، انا ما بتكلمش على كابتن محمود الخطيب تحديدا. تقولي اصل انت عايز تذكر، عمال تذكر اسمه. يا فندم ما هو اسمه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. طب انا اعمل ايه طيب؟ هو مش اي بيان بيطلع واي قرار بيتعمل بيبقى هو بيتكتب كده؟ طب يعني انا اعمل ايه طيب؟ هو انا يا ابني اللي بكتبه؟ هو انا اللي حاطه بالعافيه يعني رئيس مجلس اداره النادي الاهلي؟ ما هو ده منصبه. طب انا اعمل ايه؟ يتحمل المسؤوليه. ما كابتن احمد شوبير ما بيقولناش اكتر من ان سيبوا الاداره هي اللي تتحمل. ما يتحملوا يا كابتن احمد، جاي لك والله على عيني وعلى راسي يا كابتن احمد، والله لسه شاكر فيك من حلقتين، بس انا مش عارف انت ليه مصر انك تعمل اشتباك مع جماهير النادي الاهلي. ده حاجه غريبه جدا يا كابتن احمد. رايي مش فاكر مين، اسلام مهدي ولا مين سمعته، لا الهستيري انا اسف، بيقول انا حاسس كابتن احمد شوبير مبسوط من ريبيرو عشان بيلعب مصطفى يعني قال لك انا مش شايف سبب تاني. فهو بصراحه عنده حق يا كابتن احمد. يعني انت شايف ايه في ريبيرو؟ وهجوم ايه؟ ولجان ايه؟ ايه خفيه ايه اللي عايزه تهبط ريبيرو؟ والاهلي هيخسر ريبيرو؟ انا مش فاهم يا كابتن احمد. فيا جماعه دي حاجه حزينه جدا. انت حاسس ان الشعار او اشعار الاهلي فوق الجميع مفهومه بدا يتغير، بدا يبقى عندنا مصالح داخليه على عكس فرق تانية. انا مش حابب اذكر حد يعني عشان ما حدش يتضايق، او اذكر فرق تانية بعينها يعني عشان ما حدش يتضايق، بس انتوا فاهمين يعني انا بتكلم ايه. ان بدا يبقى في مصالح داخليه وناس من مصلحتها ان كابتن محمود يفضل، تحس بقى في شلاليه كده، واللعيبه اصلا في نفسها شلل في بعض وحاجه. الكابتن عماد النحاس وكابتن محمد يوسف دلوقتي تلاقوش يعني، كل ده هنتكلم فيه دلوقتي. فتحس ان في اجواء كده في النادي الاهلي احنا مش متعودين عليها، وجماهير النادي الاهلي فعلا اللي هي الاصيله اللي فاهمه ان ده مش جو النادي الاهلي. احنا كنا بنتريق على الاجواء دي، لكن ده عمر ما كان احنا. طبعا مرورا يا جماعه بقصه الانسحاب، هقول لك انا ليه بذكر قصه الانسحاب دي وليه كملت كلام وراجع اكمل عليها تاني. هقول لك ليه دلوقتي. بعض المحنكين لما قرار الانسحاب اتاخد وقال لك الماتش هيتعاد، كابتن محمود خطيب عارف هو بيعمل ايه كويس قوي، مجلس اداره النادي الاهلي فاهم. اقعد يلا انت اللي ما بتفهمش حاجه، يلا عايز بس ايه تشمت الزملكاويه فينا وتشمت الجماهير التانيه فينا وتقعد تتريق. عارفين الناس دي بتفكرني مين؟ انا لسه واحد برضه باعت لي كومنت امبارح، كنا بنتكلم على الدوري السنه اللي فاتت لما كنت بقول ان احنا بلعناه كجماهير، يعني ان احنا بالعين فكره اصلا ان الدوري ده احنا كنا واخدينه باستحقاق واحنا فاهمين اللي فيها يعني. ده لولا ان بيراميدز هي اللي اديته لك عطاء من ده انت ما كنتش شميته. وعشان كده على فكره قصه الانسحاب بس ايه اتنست كده مع قصه الدوري. فبيقول لي امبارح، بيقول لي رغم انف ولا رغم الحاقدين والناس اللي من جماهير النادي الاهلي اللي عامله نفسها من جماهير النادي الاهلي. عارفين ده بيفكرني بمين؟ فاكرين كده يعني، اكيد معظمكم هيبقى فاهم اللي انا بتكلم فيه. لما كنا في مدارس زمان والمدرس يخش كده اللي هو بتاع اول حصه الصبح كده فيقول ايه السلام عليكم، فكل الناس بقى وعليكم السلام ونقوم بقى وايه والحاجات الطفوله الهبله دي. فيقولها مره فيقول لك سامعين الفصل اللي جنبنا بيهيص ازاي؟ فهو اللي بيبعت لي المسج ده بيبقى فاكر بقى ان انا ايه، هو اول ما يقول لي كده ان انا بقى احس اللي هو انا مش من جماهير النادي الاهلي.
ازاي؟ كابتن محمود ارجوك سامحني، انا اسف، ما كنتش اعرف والله. كل الدعم يا كابتن محمود. يا جماعه احنا عيال صغيرين، هو انت فاكر لما تبعت لي الكلمتين دول انا هعيط وهبكي من جوايا ان انا كده بغلط في الاداره؟ لا يا سيدي، هم غلطانين، الموضوع خلصان. المهم نرجع لموضوع الانسحاب تاني عشان بس ايه طولش في نقط كتير مالهاش لازمه. نرجع لموضوع الانسحاب. فبعديها لما عرفوا ان هي ما فيهاش اعاده قال لك ايه بقى؟ الاهلي مستعد ان هو يتعرض لاي عقوبات، وخلي بالك احنا مش هنكمل الدوري. كابتن محمود ما بنرجعش في كلامنا، ومستعد لاي عقوبات لاجل تحسين اوضاع تاني. انا مش عارف إيه قصه الاوضاع دي، انا مش فاهمها بصراحه في الرياضه المصريه. لما لقى ان ما فيهاش انسحاب من الدوري والدوري هيكمل عادي، قال لك ايه؟ عادي، اصل احنا ممكن ال6 نقاط دول برضه عشان ان كده احنا عملنا يعني طلعنا صوت كده وقلنا لا كفايه بقى ظلم تحكيمي. احنا عملنا كده على فكره عشان لجنه التحكيم تتعظ بقى ان احنا خلي بالك المره الجايه مش هنسكت. حلو. فلما اصبحت 3 مش 6 لقوا متنفس، قال لك يا لهوي الحمد لله في حاجه نطلع نقولها للناس. خلي بالكم مجلس اداره النادي الاهلي قرا اللائحه على عكس الانديه كلها. شفتوا الدهاء والذكاء؟ وتحول الامر من ان احنا مستنيين ماتش يتعاد لان احنا بنحتفل ان هم 3 نقاط مش 6 اللي اتخصموا. يا حلاوتك. ما علينا. فنفوجئ بنفس المحنكين مع اول السنه دي، مع اول مباراه لحد مباراه بيراميدز امبارح، يقول لك شفتوا اداء الحكام عامل ازاي والحكام بيظلموا النادي الاهلي ازاي؟ يا ولا يا ولا عليا. هو طب مش مجلس الاداره كان عامل الليله بتاعت الانسحاب دي كلها عشان يظبط دفه الحكام في مصر وانسوا ان الاهلي يتظلم تاني والنادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه كويس قوي؟ ولا هي ما كانتش كده بس عشان احنا عايزين نحنك، فكان لازم نقول طبعا الكلمتين دول. ما اصل كابتن محمود خطيب ما بيغلطش، هو مجلس اداره تعبيط ولا ايه؟ عايز كابتن محمود خطيب يغلط؟ انت عايز تشمت فينا الزملكاويه؟ فنفوجئ يا جماعه ان الحكام زي ما هم عادي، ادائهم زي ما هم، هيبقى في اخطاء حكام عادي جدا. واحنا ما شاء الله ماشيين من اول الموسم بين كل مباراه احنا السبب في اللي حصل ده تلاقي ناس بعت حكام، اصل الحكام اصل الحكام اصل الحكام. طيب نيجي بقى للهوجه بتاعت امبارح. طبعا بعد ما الناس كلها طلعت زعقت، يعني انا كنت فاكر بس ان انا اللي هبقى بزعق كده في الفيديو، اتفرجت على فيديوهات الناس كلها بتزعق، محدش طايق نفسه خلاص. وهنفوجئ ان الناس التانية اللي بقول لك طالعين يحطوا الكلام ده يعني، وان ريبيرو خلاص ويمشي ولازم نصلح الوضع. قال يعني هو ده بس الغلط؟ انا لسه ذاكر لك مليون، احنا بقالنا سنه في يعني مش عارف، مش لاقي جمله كويسه اقولها ما تتاخدش عليا. مش عارف، عبط كروي، مش عارف، انا مش عارف والله، مش لاقي جمله اقولها. بس يعني انا اسف والله يا جماعه، يعني انا ما عنديش جمله، مش لاقي اقول حاجه غير عبط كروي. بقالنا سنه من القرارات الغير محسوبه، من البيانات، من ال شغل الحرقان وخلاص، اللي هو احنا بنعمل كل حاجه عشان نحرق وخلاص، لكن بنشتغل يعني ان احنا نجيب بطولات. لا، بقالنا سنه احنا موقفين قصه البطولات، احنا مش عايزين بطولات، احنا شبعنا، سابونا ايه نعمل شويه دراما حلوه كده، واللي هو ايه ما احنا ما لعبناش ماتش في رمضان، فاحنا ممكن بقى ايه نكمل دراما احنا بعد رمضان. يمكن هو ده الفكره، انا مش عارف بيجيب فيوز يعني القصه دي، انا والله ما عارف يعني، مش عارف، هم اللي عارفين، لان احنا المضرورين. فكالعاده يا جماعه يعني خلاص ريبيرو هو كبش الفدا. تقول لي يا ابني انت لسه امبارح مقطع في فروته والفيديو اللي قبليه مقطع في، ايوه حقيقه يا فندم، حقيقه. ما هو ريبيرو مدرب ضعيف جدا وعلى قده جدا، مع ان انا توسمت خير فيه عشان كنت بدعم مجلس الاداره واختيار كابتن محمود الخطيب ليه، اللي ساعتها نفس الناس دي طلعت قال لك كابتن محمود الخطيب برغم التعب، ربنا يديله الصحه طبعا يا جماعه، احنا مش هنتريق في حاجه زي كده، برغم الصحه سوري التعب هو اللي متولي كل الصفقات دي. يا جماعه ده شيء اختياري هو عامله، ده عمل تطوعي. كابتن محمود الخطيب لو مش قادر يا جماعه، انا مش بقول ان ده اللي مخليه مش عارف يشتغل على فكره، انا بتكلم على الناس اللي كانت بتطلع تستخدم تعبه في ان هم يجيبوا ان احنا انتم ازاي بتنتقدوه، الراجل بيعمل كل اللي عليه. يا سيدي مش شغاله، الموضوع بقاله سنه مش شغال، المكنه ما بتطلعش قماش، يبقى في حاجه غلط. مش بقى خلاص في ريبيرو، ما هو ايوه الناس اللي بتتكلم من امبارح، ما احنا مشيت
مارسيل كولر ومشيت ريبيرو. طب ها يا جماعه، طب ما واضح ان لسه في مشاكل. طب يعني هل من الطبيعي ان فجاه كولر بعد ما كان كويس بقى وحش؟ وانا طبعا كنت من اوائل الناس اللي قلت بقى وحش خلاص يمشي. بغض النظر بقى خلاص هو بقى متضايق من حاجات تانية، مش عارف يشتغل في الظروف دي، يمشي خلاص. ما انت مش هتقعد تصلحه وانت عندكش وقت. فجبنا واحد تاني. المفروض اللي انا مستغربه بقى، شوف يا اخي الناس اللي كانت بتقول لك ده امبارح بيقولوا هو جه بناء على ايه؟ الكلام ده يا جماعه كان بيتقال حتى في قناه النادي الاهلي. هو جه بناء على ايه؟ اصل هو ما دربش غير مش عارفه ايه، اصل السي في بتاعه ضعيف. طب احنا كجماهير طبيعي ان احنا نسال السؤال ده، هو فعلا جه على ايه والسي في بتاعه ضعيف؟ لكن في قناه النادي الاهلي بتسالونا احنا هو جه بناء على ايه، او بتتساءلوا قدام الجماهير في قناه النادي اللي هي المفروض بتنقل اخبار النادي، وهي اللي المفروض تطلع امبارح ببيان اعتذاري او تعلن بيان اعتذاري، او حتى الناس اللي قاعده دي تطلع تقول لك احنا اسفين يا جماعه بناء عن مجلس اداره النادي، عن مجلس اداره النادي الاهلي. حتى اي حاجه يا جماعه، بس ايه، اديله موزه، ادي الجمهور اعمل اي حاجه، اديني خياره اكلها، مش اعمل اي حاجه. طيب فالمهم بيتساءلوا هذا السؤال. وطبعا اللعيبه مش هيبقى عليها حرج طبعا، زي ما قلت لكم اللعيبه اصلا كده كده اصحاب كابتن محمد يوسف واصحاب كابتن عماد النحاس، وكانوا اصحاب كابتن محمد شوقي. اللعيبه كلها اصحاب في بعضيهم في الاداره الفنيه. العقوبات اللي بتنزل بعد كده بيروحوا يعتذروا لهم فبيشيلوها تاني. قال يعني هم غلطوا في حق الناس دي، مش في حق الجماهير، مش في حق الشعار، مش في حق الكيان. بيتعاملوا ان هم في النادي الاهلي ده ان هو خلاص يا حبيبي ما جراش حاجه. يا جماعه هو النادي الاهلي ده بقى خاص بالناس دي؟ يعني خلاص هم بقوا واخدينها بقى نادي الناس دي؟ هم بيتصرفوا في النادي الاهلي ان هو مش ملك خلاص الجماهير، مش نادي عام، مش ملك الشعب؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في شعار الاهلي فوق الجميع؟ انا مبقتش فاهم. ف قال لك طب ايه فاللعيبه مش هتتعاقب يعني. وانا بقول لك العقوبات اللي نزلت زي ما الناس كتير قالت لك ولا فرق في حاجه، وانت فعلا لما تخصم له مليون وهو بياخد 80 احنا هنستعبط. ما هو اكيد يعني مش هيفرق معاه. قال لك يا عم ماشي انا اسف حاضر معلش حقك عليا مش هلعب برضه. وفي قناه النادي الاهلي برضه تساءل سؤال تاني، هو ليه ريبيرو ما بياخدش اراء كابتن عماد النحاس؟ عارفين مين اللي كان بيسال السؤال ده؟ كابتن اسامه حسني وكابتن سامي قمصان. يعني الاثنين دول يا جماعه لو هم اللي بيتساءلوا وهم كوادر داخل النادي الاهلي، هو ليه ريبيرو ما بياخدش اراء كابتن عماد النحاس؟ احنا نقول ايه؟ انا يا جماعه الفكره اعتقد وده حصري عندي، انا اجيب لكم كابتن محمد يوسف وكابتن عماد النحاس عملوا ايه بين الشوطين. دخلوا طبعا غرفه الملابس مع اللعيبه مع روبيرو، لا روبيرو قاعد عامل كده. فكابتن عماد النحاس بيسال كابتن محمد يوسف يقول له طب ايه هنتكلم معاه؟ نتكلم احنا طبعا مع اللعيبه؟ قال له هو مش ارض الزمالك لسه مسحوبه؟ قال له خلاص يبقى ما عندناش مشكله نخسر يعني. ما تخافش هيطلعوا يداروا على القصه دي وهنتكلم في اي حاجه. يا عم تعالى خلينا ايه نقعد نهزر مع اللعيبه شويه. تقول لي ده بص انت بتغلط في الناس يا سيدي، انا ما بغلطش في انا ده تصوري عن اللي حصل. ما اصل لو حصل عكس كده تبقى مصيبه. هو احنا شفنا حاجه في الملعب؟ ريبيرو وكابتن عماد النحاس وكابتن محمد يوسف الثلاثه هو في ايه يا جماعه؟ يا جماعه في ايه؟ فينك يا كابتن سيد عبد الحفيظ؟ فينك يا كابتن سيد؟ كنت بتبقى رايح جاي على الخط وبتبقى وشك هيحمر من العصبيه من اداء اللعيبه، ولا من اداء حكام، ولا من منافس، من استفزاز المنافس، ولا فينك يا كابتن سيد؟ والله ما شفنا يوم من بعدك. ارجوك يا كابتن سيد ارجع، ارجوك لو عرضوا عليك ارجع وافق، رحمنا والنبي من اللي احنا شايفينه ده. فقال لك طب ومين يجي بقى يا جماعه؟ شفت المفاجاه؟ قال لك طب ما موسيماني يرجع تاني. شفت موسيماني يرجع تاني؟ طب واحنا كنا مشينا موسيماني ليه؟ فاكرين احنا كنا مشينا موسيماني ليه؟ فاكرين الكلام اللي طلع ساعتها ايه؟ اصل موسيماني ماشي ورا مراته. ما بهزرش يا جماعه والله، ده من الحاجات اللي سبب اللي خلتنا نمشي موسيماني. مراته متحكمه وهي عندها طلبات بتاعه، احنا مش هنقعد ايه يعني هنقعد معاها ليه يعني؟ وطبعا ليه؟ عارفين احنا ليه؟ عشان احنا عندنا مثل بيقول لك ايه؟
شورت المراه قصير، واحنا بلد محترمه ما ينفعش تقعد كده وهي قصيره. تقول لي المراه، اقول لك معلش، ما انت عايزهم انت ايه يا ابني، عايز ايه مني يا ابني؟ عايزهم يطلعوا يقولوا قليل الادب اهو، عيب بقى. فمن الاخر يا جماعه، المنظومه كلها بدا يبقى فيها مصالح، على عكس اللي احنا متعودين فيه على النادي الاهلي. تقول لي انت شايف ده فين، او يعني عندك اثباتات على ده؟ انا محتاج اشوف اثباتات على ده لما هي لعيبه لا حاسه بالشعار، وجهاز فني مش حاسس بالشعار، مديرين كوره ومديرين فنيين ومساعدين. انا مش فاهم يا جماعه والله العظيم، يعني انت مستني ايه طيب عشان تقول ان هنا في مصالح شخصيه؟ ما هو يعني ايه السبب التاني؟ الناس دي يا جماعه مرتاحه وكويسه، ويقول لك اصل ما فيش مشاكل. كابتن احمد شوبير بس، يا كابتن احمد شوبير، هو احنا ما ينفعش يعني ما فيهاش في حاجه نطلع نتكلم فيها غير ان احنا نطلع نكيد في الزمالك ونقول ونقول اوضه لبس ايه اللي فيها مشاكل؟ يا كابتن احمد فيها مشاكل، اللعيبه متضايقه عشان ده بياخد ده وده بياخد ده وده بيطلب ده وده طالب تعديل عقد وده 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 وده. كان ما بيطلعش بس معروف يا كابتن احمد يعني، وباين يا كابتن احمد، وباين في اداء اللعيبه يا كابتن احمد. اللعيبه مش عايز تلعب يا كابتن احمد. ما هو لو ده لا يعني ان في مشاكل في اوضه اللبس، امال يعني ايه يا كابتن احمد؟ اللعيبه اللي بالملايين النجوم دي ما بتلعبش ليه يا كابتن احمد؟ من ضمن الحاجات اللي سمعتها، مش فاكر كانت في قناه نادي الاهلي تحديدا ولا من حد من اللي بيتكلموا، يعني ان ريبيرو تدريباته اللي فتره اللي فاتت القاسيه اللي كانوا بيتمرنوا بيها الصبح ده ضغط على اللعيبه، فالبدني بتاعهم وقع جدا جدا. فاكرين يا جماعه من فتره كده على القصه بتاعت احمد رفعت الله يرحمه، لما طلع بعديها شويه محنكين كده استغلوا نفس القصه في كده يا جماعه. الناس بجد وباء في الرياضه المصريه، اعلاميين او اصحاب اراء ايا كان يعني. وطلعوا ساعتها استغلوا الموقف ده وقال لك على فكره احنا لازم نوقف التدريبات اللي الظهر، احنا عايزين يبقى في كام احمد رفعت في مصر. الله يرحمه، انا اصلا مش ههزر على الجزء ده خالص. بس الناس التانية اللي بتتكلم دي يا جماعه عن اللعيبه اللي بتاخد ملايين مش عايزينهم يتمرنوا الظهر، اللي بيرجعوا بعد كده لما اللعيبه دي بتلعب ماتشات في افريقيا او بتلعب ماتشات الصبح يبقوا مش قادرين يرجعوا. يقول لك على فكره ما ده عيب المدرب الفني ان هو ما كانش بيمرنهم الصبح وما ما خلاهمش ياخدوا على الجو، واحنا بنلعب في افريقيا فعارفين ان في افريقيا في ماتشات الصبح. نفس الناس سبحان الله. فنفس الناس دي كانت بتخليك انت يا محنك يا اللي بتصحى الصبح تنزل ممكن ساعة ولا ساعتين عشان توصل شغلك وتركب 3 مواصلات الصبح في عز الشمس وتبقى راجع خلاص هتموت، بيقنعك ان اللعيبة دي لو نزلت اتمرنت ساعتين الصبح بالشورتات ممكن يقعوا صحتهم تبقى ضعيفة. اللي بياخدوا ملايين ده لو واحد فيهم عمل بيجري يتعالج في احسن مستشفيات. بيقنعك انت ان اللعيبة دي هتقع من طولها. حرام ريبيرو مرنهم الصبح، خص عليك يا ريبيرو، خص عليك قد انت قاسي بجد. حلقه النهارده طويله جدا يا جماعه، انا ما خلصتش الكلام اللي عندي كله، بس انا شايف ان ده كفايه لان كده الحلقه هتطول قوي. فخلينا نتقسمها على حلقه تانية. انا الفتره اللي جايه هعمل فيديوهات كتير زي ما بقول لك، انا فاضي للمحنكين خلاص، انا يعني حاططهم في دماغي الفتره اللي جايه كلها. شكرا جدا ليكم، يا رب تكونوا اتبسطتوا. طبعا ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. يعني او يعني انا كده كده بقرا الكومنتات كلها، الكومنتات المحترمه طبعا على عيني وعلى راسي. ويا جماعه تاني انا باكدها لكم، انا لو بعمل الموضوع انا بعمل الموضوع ده 100% عشان انا بحب اعمل الموضوع ده، وانا عندي راي شايف ان هو راي جزء من جماهير النادي الاهلي. لو يا سيدي 3 انا مبسوط، ولو 3 بيحبوني انا مبسوط، وهفضل اعمل ده. الموضوع بالنسبه لي مش بغرض الربح تماما، وده اخر همي في القصه دي تماما يا جماعه. انا ببقى مبسوط ان في ناس بتتجاوب معايا، في ناس بيعجبها كلامي. ده عندي بالدنيا. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.